السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ انت كويس؟ عارف انك مسحول وانا مسحول والله. بس انا شفت، معلش، زي ما انت شفت انا نزلت 4 فيديوهات الاسبوع اللي فات. 4 فيديوهات ان شاء الله هتنزل الاسبوع ده. ففي ايه؟ في غزارة في الانتاج، في شغل، في شغل وفي تعب والله. يعني انت لاحظت صوتي اصلا تعبان، بس انا لازم ايه؟ لازم اسجل، ولازم يبقى في انضباط، ولازم يبقى في ايه، وعافي حلمك يستاهل والكلام ده. المهم، طمنا عنك، انت عامل ايه؟ تكون كويس وانا اكون كويس واخف يعني ان شاء الله وكده. طبعا انت داخل عشان تشوف زي ما شفت عنوان الفيديو يعني. انا اشتغلت وانا طالب في كلية صيدلة، وطبعا اشتغلت فين؟ في صيدلية معروفة يعني. اشتغلت في الدراسة، واخد بالك؟ ودي تجربة حلوة، فيها بعض المميزات وفيها بعض العيوب هنحكيها مع بعض. ولكن كانت تجربة حلوة جدا جدا، انا استفدت منها بصراحة بشكل كبير. يعني ايه؟ خدت على دماغي شويه بس استفدت بصراحه، يعني استفدت لكن خدت على دماغي شويه. فانا تعال نشوف انا وانت الفيديو ده. انا مصوره يوم 14 2 سنه، اول السنه دي 2025. بص الفيديو. الساعه دلوقتي 1 بالليل، تاريخ 11 12 14 2 2025، وانا رايح شفت النايت، عز البرد. تمام، ماشي عشان هقعد من 1 بالليل ل9 الصبح. زي ما انت شفت معانا الفيديو كده، او زي ما انت شفت في الفيديو. يعني انا كنت تعبان ورايح بقى وايه، وعارف حلمك يستاهل بشكل كبير، وكنت بحلم احلام كبيره، قالوا افتح صيدليه وبتاع وهكذا. ولكن يا صديقي الاحلام لا تاتي. يعني الموضوع اتغير، والموضوع ما حصلش نصيب يعني وكده. ولكن استفدت من التجربه بشكل كبير. فتعال اقول لك الشغل كان عامل ازاي، الصيدليه كانت عامله ازاي، الشغل وسط الدراسه كان عامل ازاي، نظام الشغل، الناس اللي بتتعامل معاهم، ازاي تختار المكان الصح انك تشتغل فيه. كل الكلام ده هندردش مع بعض فيه النهارده. بس قبل ما نبدا، تعمل لايك وسبسكرايب عشان في حلقات جايه وحلقات سابقه والدنيا قايمه يعني. وتكتب كومنت كويس، لان الكومنتات دي يعني واحد بيحب يشوفها كل شويه كده بصراحه. فخاصة لو حد قال لك مثلا انا استفدت منك، او انت حي شكرا، او انت كذا، في ده حاجة حلوة والله. الانسان بيأثر بشكل ايجابي احسن من الناس تأثر بشكل سلبي. ما علينا، خلينا نحكي. اول حاجة، انا الصيدلية دي اللي اشتغلت فيها، انا كنت ضربت فيها زمان. تمام، اشتغلت فيها من 3 سنين كده، وما حصلش نصيب اني اشتغل فيها. وبعد كده اول السنه دي كان في عندهم عجز في حته معينه، كان في كذا واحد مشي. فانا اللي رحت. تمام، انا اللي رحت، وكان يعني ليك شغال في الصيدليه انا اعرف يعني، وقلت له كده كده انا فاضي لو في مكان وبتاع جوه بنت لذينه. فقال لي طب خلاص مثلا هتمسك اجازات. واخد بالك؟ كان في 4 اجازات، يعني كنت بشتغل حوالي 5 ايام في الاسبوع، شفت 8 ساعات. كان ومنهم يوم نايت، كنت ببات في الصيدلية من 1 بالليل ل10 الصبح. واخد بالك؟ والنايت ده ليه حكاوي من تلازينة يعني، بس مش وقته. كنت بشتغل من 1 زي ما قلت لك 1 بالليل لغاية 10 الصبح، 9 ساعات. وال4 أيام الباقيين كنت بشتغل غالبا أفطر. معظم شغلي كان أفطر، ويوم كنت الصبح. فده كان في شهر 2 انا اشتغلت. ده ازاي اخترت الصيدليه. انا اشتغلت يا باشا، اشتغلت 2 3 و4، شهر 2 و3 و4. وكان في امتحانات الميد ساعتها، ووقفت قبل العملي. وقفت قبل العملي، وهقول لك اخر الفيديو. انا في الاول جبت كام، يعني قبل ما اشتغل كنت جبت تقدير كام، وبعد ما اشتغلت جبت تقدير كام، عشان تشوف الفرق يستاهل فعلا ولا لا. بس خلينا نكمل. ده اول حاجه اخترت الصيدليه. تاني حاجه نظام الشغل، زي ما قلت لك كان غالبا في شهر 2 كان زي ما قلت لك اجازات. بعد كده بقى شفت افطر، وكنت ماسك شفت افطر في رمضان. كنت بعمل ايه؟ بروح الكليه الصبح زي الباشا من 9 ل2. بعد كده اروح انام لي شويه، اصحى اعمل طلبات لاهلي بتاع. وبعد كده كنت بروح يعني بعد ما اخلص دنيتي كده اروح الصيدليه بعد المغرب. يعني انا كنت باكل وامشي على طول. تمام. فكنت بشتغل من بعد المغرب لحد الساعه 1 2 كده، لغايه ما يجي بتاع شيفت نايت صاحبي ويمسك هو لغايه الصبح. المشكله بقى ان الدنيا كانت زحمه بشكل رهيب جدا. اول اسبوع في رمضان ده كانت الدنيا كانت بشعه بعد الفطار. انا كنت مشكله، جات لي دور برد، او جالي دور برد وكنت تعبان. فبس كنت استحملت. ليه؟ لان كان عندي هدف، انا عايز اتعلم عشان عايز افتح. انا كان دايما ده الشعار اللي انا اعمله، انا عايز اتعلم وامسك، عشان بعد كده امسك صيدليه وبعد كده افتح. لان انا كنت بقول نفسي يعني مش هشتغل صيدلي في صيدله فتره طويله يعني. فالمهم قعدت في رمضان. زي ما قلت لك كنت بشتغل افطر، بس كان رمضان شهر متعب جدا بالنسبه لي، وخدت يومين اجازه بس، تخيل.
ليه؟ لان انا كنت ايام الاجازات هوشها شهر 4، لان انا كنت عارف بعد العيد كان عندنا امتحانات الميد، فكنت عايز ايه استغل ده في امتحانات الميد. وبالفعل في شهر 4 كنت بشتغل برضه افطر من بالليل لحد بقى زي ما قلت لك كده حوالي 7 ساعات. في ايام الامتحانات بقى عملت ايه؟ كان عندنا امتحان من لحد الخميس، فانا اشتغلت من الاربع او خدت اجازه من بعد العيد بالظبط من الثلاث لغايه الاربع. تمام، لان الخميس كان ماده سهله، فخدت حوالي يعني اسبوع 8 ايام اجازه كده، ورجعت كملت في شهر 4. فكملت في شهر 4 لغايه الافطار كله. بعد كده في شهر 5 اول 5 كده وقفت، وقلت ايه اريح جسمي شويه عشان جسدي كان خلاص يعني جسد لا ايه يعني لا يرحم زي ما بيقولوا. ف تعال اقول لك بقى المميزات والعيوب اللي انا لقيتها في هذه التجربه. رقم واحد، تعال نبدا المميزات كالعاده. رقم واحد اللي اتعلمته فعلا هو تنظيم الوقت، او ما يسمى بالتايم مانجمنت. انا اكتر حد خدت كورسات وقت، وعارف المربع لاي حد بياخد كورس بتاع تنظيم الوقت ده يقوله لك المربع بتاع مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، اللي هو موجود في كتاب العادات السبع الاكثر فعاليه للمراهقين، والكتاب الاكبر منه العادات السبع الاكثر فعاليه بتاع ستيفن كوفي وابنه. فانا قريت الكتاب وسمعت كورسات كتير عن تايم مانجمنت، بس اكتر حاجه علمتني فعلا تنظيم الوقت حقيقه هو الشغل. فاهم ليه؟ لانك مش فاضي يا باشا، انت مشغول ومضغوط وراك حاجات كتير جدا جدا عايز تعملها. فاهم؟ ففكرتك تمسك الموبايل مفيش وقت، في دراسه، في شغل، في مذاكره، كليه صيدله صعبه اصلا، فمفيش وقت تمسك موبايل. ممكن كنت امسكه في الشغل شويه يعني. فيش وقت مثلا انك تضيع وقت مع اصحابك على القهوه كل يوم. فاهم؟ فيش وقت انك تعمل كل ما تريده. فاهم ليه؟ الوقت محدود شويتين ثلاثه بالوظيفه اللي بتاكل جزء كتير جدا 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 من وقتك. وده كلمات المصريين، يعني غالبا معظم المصريين، مش انا اللي انا لما اشتغلت شفتهم بيشتغلوا شغلانتين. فيش ما شفتش رجل مصري حتى الان بيشتغل شغلانه واحده الا نادرا يعني. الا ممكن يكون شغلانه تانية سمساره اي حاجه، بس بيشتغل شغلانتين. المهم، فاول حاجه هي التايم مانجمنت بصراحه، دي اللي انا اتعلمتها بجد يعني. رقم 2 الخبره في التعامل مع المال. لازم تعرف يا صديقي ان المال قوه ضاربه، حقيقة قوة ضاربة، وبيتحكم في حاجات كتير، والناس بتحرك بالفلوس. لازم تبقى فاهم الموضوع ده، لأن العلاقة بينك وبين الشخص اللي انت هتجيبه يعني تتعاقد معاه علاقة تعاقدية منفعية. انت هتديله الثمن مقابل هيديك خدمة، فبالتالي لو انت معكش الثمن مش هيديك خدمة، لو انت ثمنك قليل يبقى الخدمة قليلة. واخد بالك؟ مفيش جو بقى العداله الاجتماعيه والمساواه والكلام ده مش موجود على ارض الواقع، خاصه في مصر وفي العالم كله يعني، في العالم الرأسمالي. فالمهم العداله دي صعب تلاقيها. ففكره ان انت بقى لا الناس تحب بعض وبتاع والفلوس عادي وكده، لا مفيش حاجه اسمها عادي. لازم تكون صايم في الفلوس عامله ازاي، انت حقك كذا، عليك كذا، هتأدي كذا. فاهم؟ فالخبره في التعامل مع المال دي مهمه جدا جدا، ومش هتكتسبها الا من الشغل. صدقني الشغل بيعلم، بيحفر فيك، خصوصا وانت صغير. وانت صغير بيحفر فيك حرفيا، او بتكتشف اهميته يعني. وكان في الشيخ الشعراوي كان ليه جمله جميله جدا يعني، كان بيقول ايه؟ احنا عندنا اطفال عندهم 25 سنه. ازاي واحد عنده 25 سنه ما كسبش جنيه؟ فدي مشكله كبيره. ازاي يبقى اب اسره؟ ازاي يبقى عنده خبره ماليه؟ واخد بالك؟ اشتغل اي حاجه. انا طبعا عارف الشغل في مصر صعب وكل حاجه وكل الكلام ده، بس انا قلبي معاك يعني. انا بتكلم عن الاشخاص اللي بيتكاسلوا عن الشغل. ففكره ان احنا عندنا اطفال عندهم 25 سنه، فده ما ينفعش. انت لازم تنزل وتشتغل وتكدح عشان انت هتبقى اب اسره في الاخر. اشيت ما بيت انت اللي هتعول الاسره. فاهم؟ فالخبره التعامل مع الفلوس دي مهمه جدا جدا، ومهما سمعت فيديوهات هتكتسبها اكتسابا حقيقيا يا معلم وانت بتشتغل. مهما خدت كورسات لازم تشتغل عشان تجرب بنفسك. يبقى ده رقم 2. رقم 3 التعامل مع الطبقات الاجتماعية المختلفة أو الأشخاص المختلفين. طبعا في الشغل أنت بتقابل ناس كتير، وناس غالبا مش شرط تكون بتحبهم، أو مش شرط تكون من نفس ثقافتك، عكس الجامعة اللي معظم الناس فيها هي ثقافتك يعني. فاهم؟ أنت بتعرف على فلان وفلان وفلان كلكم شبه بعض، لكن في الشغل لا، الطبائع بتكون مختلفة، والناس جوه الشغل مختلفة تماما عن بره الشغل. وده دايما كان ديبيت انا وصاحبي. كان دايما يقول لك ايه، طب انا كنت بقول السوفت سكيلز واهميه ان احنا نتعلم السوفت سكيلز وكده، بغض النظر عن بتوع الاتحاد مهمين وكده. قال لك طب ما انا اجتماعي وبعرف اتعامل مع الناس كويس وبعرف اتعامل معاهم. لا يا معلم، التعامل جوه الشغل مختلف تماما عن اي حاجه تاني. ضغط الشغل، التريحات، او مثلا الشفتات، انت هتبدل كذا، ما ننزل مكانك، طب مش عارف ايه، التعاون مع المدير، كل الكلام ده كلها مش هتديهولك. فاهم؟ الاتحاد المفروض ان هو يديهولك، ولكن في الوضع الراهن انا لا احبذ ذلك يعني.
فلكن السوفت سكيلز والتعامل مع الطبقات الاجتماعيه المختلفه، والتعامل مع ناس اكبر منك، اصغر منك، المدير، دكتور اكبر منك، دكتور بشري عنده استشاري بتتصل بيه مثلا بتقول له مثلا دكتور الجوعه الفلانيه، بيقول لك انت مالك، بتكتسب خبره انك لازم تعامل الناس بطريقه معينه. كل التجارب دي بتاثر فيك جدا وبتخليك فعلا بتبني شبكه قويه جدا جدا من الخبرات الشخصيه الذاتيه اللي انت بتكتسبها وتكتسبها من خلال الشغل. فاهم؟ فدي ميزه مهمه جدا جدا بصراحه، التعامل مع الطبقات الاجتماعيه المختلفه. رقم 4 العلاقات. يعني انا لا شئت اما بيت في مصر او في العالم كله العلاقات مهمه جدا جدا، وفكره ان انا اثق في حد ذاتها دي محتاجه سنين عشان تتبني، خاصه لو المبالغ كبيره. يعني اثق في حد يمسك صيدليتي مهمه، لازم يكون البورتفوليو او البروفايل بتاعه انا عارف عنه ايه. اول حاجه يكون متشاف. رقم 2 المثلث اللي انا قلت لك عليه قبل كده، التراينجل ده، علم شخصيه وخبره. فكل الكلام ده هيعرفه منين؟ هيعرفه من علاقات. انت بتكون علاقات كتير، بتعرف اماكن نواقص كتير، بتعرف حاجات كتير. فانا مش عايز اخلي فيديو عن صيدله بالذات، انا عايز اخلي فيديو عام. يعني انت ابعت لاي حد عايز يشتغل، ابعته لجروب الدفعه لو هم عايزين يشتغلوا او كذا. مش عايز اخلي فيديو عن صيدله يعني. فدي مهمة. ففكرة ان انت الثقة في حد او انا اثق في حد او انت ده، العلاقات دي مهمة. وكان في حد بيقول كلمة جميلة يعني ان العلاقات هي مصدر ثروتك. حقيقي ايوه، العلاقات فكرة انك ترفع سماعة التليفون على حد ويشتغل على طول، او تمسك في بوزيشن معين او كذا، او تسير في مسار معين، دي مهمة جدا. فاهم؟ فانت في الشغل بتعمل علاقات كتير جدا جدا، منها بتبدأ تكبر. فدي مميزات خاصة وانت بتدرس، لان بعد التخرج الدنيا بتكون في سباق غير طبيعي. فاهم؟ وانت بتأخر. يعني انت لو كليتك حتى 4 سنين، انت عندك سنة جيش 22 23، عقبال ما تلاقي شغل على 25 كتير. لو انت في صيدلة معاك ربنا على 26 بقى. فاهم؟ فلما تبقى صغير بتبقى احسن، والعلاقات بتبقى اكتر، وانت بتبقى مستعجل زي ما انت كبير عشان انت عايز تتجوز بقى، وفاهم، وتكون اسره وهكذا. فالعلاقات ده رقم 4. رقم 5 وهي الفلوس. طبعا انت بتتكسب فلوس، بتبدا بقى تدخر. هو بتبقى فلوس قليله بصراحه. يعني انا مش هقول لك انا كنت باخد كام، بس هي مش كتير خالص يعني. بس مش هقول لك كام عشان هي قليله اصلا. بس مرتبات في مصر كام؟ يعني 4 5 6 بالكتير خالص. يعني اشوف الناس بقى اقل من كده يعني. بس فعلا كنت بقول ايه، رقم 5 الفلوس فعلا مهمة انك تتكسب فلوس وتبدا تدخر وتبدا تجيب حاجه. فاهم؟ وانت بقى كنت انا عندي حلم ان انا ايه، اول ما اجيب اول مرتب هجيب سلسله ذهب لامي، ايوه، التي ساعدتني وكبرتني وهكذا. طبعا عملت ايه؟ طبعا المرتب ما كانش يجيب حتى 1 جرام ذهب يعني. فالموضوع كان صعب. اجيب منين السلسله دي؟ فبس جبت لها صغيره، هديه صغيره يعني. بس الفلوس حلوه بصراحه. يعني بتتكسب فلوس كده وتطلع مع اصحابك بفلوسك الشخصيه ومصاريفك الشخصيه، حلوه جدا 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 يعني. لو انت فعلا مهتم هتكتشف ان هي حاجه حلوه يعني. فدي المميزات، 5 مميزات. تمام؟ زي ما قلت لك، الخبره، التعامل مع المال، التايم مانجمنت، الخبره، التعامل مع العلاقات، والتكسب نفسه، يعني الفلوس اللي انت تتكسبها. حلوه تتكسبها دي. دي 5 حاجات في المميزات. 5 حاجات في العيوب بقى، ودي مهمه برضو عشان تعرف ان الدنيا مش حلوه قوي. العيوب رقم 1، ودي مهمه جدا جدا، ان انت مش هتقعد مع اهلك كتير. يعني شئت ام ابيت مؤمن ان الشغل هياخد وقت كبير جدا جدا منك، وهتكتشف قد ايه ابوك ده رجل عظيم، وقد ايه الحياه صعبه. ال 200 جنيه اللي انت بتاخدها وبتصرفها دي جت بشقه وتعب. انت هتكتشفه بنفسك بقى، انك بتكدح وتشتغل 8 ساعات على 200 جنيه مثلا، فان خدتها اصلا. ف يعني هتكتشف عظمه ان انت ابوك راجل بيصرف عليك، راجل كويس وهكذا. فمكفايه ان هو انك اتولدت شخص كويس، دي اهم حاجه. فانك مش هتقعد مع اهلك كتير، دي مهمه جدا. فاهم؟ انت من شغل دراسه، من دراسه للشغل وهكذا، في ضغط شغل، في دراسه، في امتحانات، في كذا في كذا. فانك فكره انك تقعد مع اهلك دي بتقل جدا جدا. تشوفهم بقى في الاجازات انت واصحابك يوم الخميس على القهوه. فاهم؟ فدي مهمه يعني. فهتقعد مع اهلك مش فتره كبيره قوي، خاصه لو انت في كليه صعبه زي صيدله او طب او اي قطاع طبي يعني. رقم 2 يا معلم، وهي التعب الجسماني. فاهم؟ انت طبعا بتروح وبتيجي وبتكون في، يعني من الشغل للكليه، من الكليه للشغل، فانت بتخس جدا جدا زي الحالات او زي الاخ اللي ظهرك في الصوره دي. خسيت جدا.
ممكن ما تلاحظش بس انا لاحظت يعني خسيت جدا بصراحه. لو انت شفت شكلي في السعوديه انا كنت تخين يعني شويه، فخسيت وتعبت جسمانيا جدا وفعلا جسمك ممكن يخونك زي ما حصل معايا في اخر 4 كده. انا كنت بعمل طلبيه وكده، وكان معايا علبه دواء والدواء وقع من ايدي مرة واحدة كده، فكنت تعبان، كنت تعبان اليوم ده جدا يعني. فجسمي يكون يخونك، والحمد لله ده ما كانش رخيص بس ما كانش غالي قوي يعني، فاهم. بس الموقف حفر معايا ان هو فعلا ممكن جسمك يخونك في اي لحظه. في ده ممكن يكون مثلا غالب 3000 جنيه حقنه ما نلاقيهاش اصلا فاتكسرت، فاهم، البس يا معلم، فاهم. او مثلا ذهنك يكون مشغول فانت ما تعرفش حطيت الحقنه فين، الحقنه ب 8000 جنيه ومش لاقينها اصلا، فاهم. فمهم جدا جدا، دي مهمة جدا جدا انك تعرف ان جسمك ممكن يخونك في اي لحظة يا معلم. جسمك ممكن يخونك. رقم 3 هو الصرف. انا قلت لك انك تكسب فلوس، بس قلت لك تاني انك هتصرف فلوس كتير، خاصة لو المرتب مش عالي. انت مثلا احسب معايا مواصلات، اكل، لبس. هتقول لبس ازاي؟ هقول لك انك بتشتغل 2 الصبح والليل، فطبعا لازم يبقى عندك شويه لبس لانك دكتور وبتاع، او انت في اي مكان لازم يبقى عندك شويه لبس، فاهم. لبس هيكون اتوسخ، مش عارف ايه، اي حاجه، فلازم يكون عندك لبس، فاللبس غالي، فبالتالي انت هتصرف من المرتب اللي هو اصلا قليل، فتلاقي المعضله يعني مش جايبه همها يعني، واخد بالك. رقم 3 الصرف. انت تصرف شويه حلوين على اللبس وعلى الاكل وعلى المواصلات وعلى الرايح وعلى طلعات الشغل وهكذا، وانا مش عايز تبقى اقل منهم في الشغل وكل الكلام الحلو ده، فانت هتصرف شويه حلوين يا معلم. يبقى ده رقم 3. رقم 4 ان انت برضو مش زي ما قلت لك انك بتتعامل مع ناس مختلفه، ولكن برضو انت لسه ما تعرفش تحط حدود، فخلي بالك من النقطه دي، واخد بالك. انت خلي بالك انك هتبدا تعرف تحط حدود ازاي، فمهم جدا جدا. خلي بالك من الحدود، التعامل مع الاكبر منك، التعامل مع الاصغر، التعامل مع النساء في الشغل او زميلات العمل زي ما نقول يعني، كل ده بيبقى له حدوده وليه ضوابطه. هتلاقي ناس مختلفة عنك، هتلاقي ناس مش شبهك، مش مهم، انت عندك مبادئ وقيم معينة انت داخل بيها تفضل مكمل عليها، خد بالك، مهم جدا. انت داخل على مبادئ وقيم، المبادئ والقيم دي لا تتجزأ لا تتغير. غلطت في مرة، راجع قيمك ومبادئك اللي انت تربيت عليها وان انت دايما هتبقى مصر عليها، واخد بالك. ده رقم 4. رقم 5 انك بتشوف سوق العمل، يعني عارف سوق مش سوق بالهمزه، سوق العمل، وقد ايه هو حاجه صعبه جدا جدا وشيء يعني مريع سوق العمل ده. وتشوف سوق العمل على حقيقته وقد ايه هو سوق مريع جدا جدا، وزي ما قلت لك هتحمد ابوك جدا يعني انه بيربيك في ظل هذا الوضع الصعب الرهن القائم يعني، واخد بالك. فسوق العمل حاجه وحشه بصراحه فعلا يعني. هتكتشف قد ايه ناس ما عندهاش دين، ما عندهاش مبادئ، ممكن تبيع على العيان، ممكن تخليه يعمل تحاليل ملهاش لازمه، ممكن تشتغل على الاطفال دول. الاطفال دول فظاع يعني. دكاتره الاطفال بتكتب كميه مكملات لازم تبقى تلاقيها في الصيدله اللي تحت، معظم المكملات انا شفتها بتلاقيها في الصيدله اللي تحته، لان المكملات فيها لعب كتير في المناديب وحاجات يا مان ظلام بقى من سلطان بصراحه، بتخلي الاب والام لو الصيدله اللي تحته قافله بيدور ويلف بقى، يلا لف ولف بينا يا دنيا عقبال ما نلاقي الدواء. طب ده طفل، ده مرض، ايوه يبقى فيها قدم التكسب عشان تعيش، ده طبيعي، لكن الكنز او التكنز اللي انت عايز تعيش فيه، فاهم، وكنز الذهب والفضه والعقارات ولازم يبقى عندنا شقه هنا وشقه في القاهره وشقه في الساحل ايه نجم، فاهم. فتشوف سوق العمل حقيقتي، واوعى تغير مبادئك، اياك انك تغير مبادئك، فعلا هتبقى تحول لمسخ. انت تعرفش هو مين، انت تعرفش هو مين اللي واقف ده، انت داخل بمبادئ، يبقى تحافظ على المبادئ اللي دخلت بيها، بس كده. طب وجهة نظري عشان نختم، وجهة نظري في الفيديو انك لو انت كليتك سهلة انزل اشتغل، لو انت كليتك صعبة زي صيدلة وعايز تجيب مجموع كبير امتياز ترتب الاول هكذا، ما تشتغلش فول تايم، نصيحتي ليك ما تشتغلش فول تايم. لو انت لا عايز تبقى شخص عادي وكده او تجديدك كويس وعادي يعني، اللهم اجعلنا من المقبولين، لا انزل اشتغل فول تايم، هتستفيد جدا جدا، وخد اجازه وقت الفاينل ووقت العملي هستفيد. وتقديري كام؟ تقديري كان اكس عشان مش هقول، ونزل 1/10، بس كان في ظروف مختلفة عن الشغل تاني يعني، بس نزل 1/10 فممكن يزيد معاك يعني. وبس كده، اعمل لايك وسبسكرايب، سلام.